الجنيه المصري ارتفع أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم. لو بتتابع سعر الدولار في مصر وعايز تعرف آخر تحركات أول بأول خليك معانا. يلا بينا نبدأ في تناول الأسعار. سجل الدولار الأمريكي شراء في بنك كريدي أجريكول 46 جنيه و98 قرش، بيع 47 جنيه و8 قروش، بينما سجل الدولار في بنك CIB 47 جنيه 2 قرش للشراء، 47 جنيه و12 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 47 جنيه و3 قروش للشراء، 47 جنيه و14 قرش للبيع. أما في البنك المركزي المصري فسجل الدولار 47 جنيه للشراء، 47 جنيه و14 قرش للبيع. التراجع ده بيجي وسط متابعة كبيرة من السوق، خصوصا في ظل التغيرات العالمية وترقب المستثمرون لأي قرارات جديدة على حركة الدولار خلال الأيام اللي جاية. وبكده نكون وصلنا لنهاية سعر تحديث الدولار. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد.